السلام عليكم. اهلا بكم اخواتي وحبايبي في حلقه جديده من حلقات قناتنا وقناتكم قناه المراجع المصري للمحاسب القانوني محمد صفوت. النهارده ان شاء الله هنستكمل موضوع شرح الموضوع الخاص بقانون ضريبه الدخل اللي هو 91 لسنه 2005. وكنا وقفنا عند الماده 30 من قانون الضرائب اللي اتكلمنا فيها عن الاعفاءات الضريبيه وايه هي الانشطه المعفاه من قانون ضريبه الدخل، وهل هي مربوطه بمده او لا. ودي جزئية هدعوكم لمشاهدتها إن شاء الله لأنها هامة جدا في الفيديوهات السابقة، ويا ريت إن شاء الله ترجعوا لها عشان دي مهمة جدا. ليه؟ لأن جزئية الإعفاءات ناس كتيرة جدا بتبتدي تسأل عليها، وهحاول إن شاء الله أحط لكم في رابط الحلقة إن أنا أحط لكم رابط الحلقة القديمة. الأهم بقى من كل ده إن شاء الله النهاردة هنشرح الحلقة أو المادة 32 من قانون ضريبة الدخل اللي هو 91 لسنة 2005، واللي بنتكلم فيها عن الإيرادات المهن الحرة وغيرها من إيرادات المهن غير التجارية اللي بيمارسها الممول بصفة مستقلة. ونص المادة ال 32 من قانون ضريبة الدخل كالآتي: تفرض الضريبة على صافي إيرادات المهن الحرة وغيرها من المهن غير التجارية التي يمارسها الممول بصفة مستقلة، ويكون العنصر الأساسي فيها العمل إذا كانت ناتجة عن مزاولة المهنة أو النشاط في مصر، وكذلك إيرادات المهن الحرة وغيرها من المهن غير التجارية المحققة في الخارج إذا كانت مصر مركزا لنشاط المهني. هنيجي نشرح بس الجزئية دي جزئية حتة حتة عشان دي مهمة جدا. إيه هي أول حاجة المهن الحرة؟ عشان في ناس كتير بتسأل عليها. دي اللي هي ممارسة المهنة بصفة مستقلة، ده تعريفها في القانون إن هي ممارسة المهنة بصفة مستقلة، وبيكون العنصر الأساسي هو العمل. يعني زي مين مثلا؟ زي عندك المحاسب القانوني، زي عندك المهندس الحر، زي عندك الطبيب. اغلب المهن دي هي بيمارسها بشكل مستقل وبشكل بعيد عن ان هو يكون في مؤسسة كبيرة، مش بمعنى اصح بعيدا طبعا عن المستشفيات لان المستشفيات ده عمل تجاري. انما لما يكون الطبيب لوحده او المهندس لوحده او المحاسب القانوني لوحده فهو بيمارسه كمهنة حرة، لان هو مستقل تماما وبعيدا عن اي علاقة بينه وبين كصاحب عمل، لان هو في الاساس بيكون صاحب العمل وبيمارسه بمهنة مستقلة. طيب الجزئية المهمة في الموضوع ده بقى ازاي هأسس المهن الحرة؟ المهن الحرة في الاساس ما بيكونش ليها سجل تجاري زي ما قلنا قبل كده، زي المهندس لما بيفتح مكتب هندسي او محاسب قانوني، لان دي مهنة حرة مش مهنة تجارية، فما بيكونش ليها سجل تجاري. طيب امال انا هأسسها ازاي؟ انا بروح الضرايب اللي انا تابع ليها وبروح اقدم شهاداتي. خد بالك لان هنا لازم يثبت جزئية الشهادة. يعني مثلا لو محاسب قانوني لازم يجيب الجواب بتاع سجل المحاسبين والمراجعين، لو مهندس لازم يجيب شهادة ان هو خريج هندسة، لو مثلا هيعمل حتى معمل تحاليل باسمه هو الفردي لازم يجيب شهادة ان هو خريج علوم مثلا قسم كيمياء او حاجة زي كده او تخصص في جزئية التحاليل. لو مثلا هيجيب ان هو مهندس بيجيب شهادة التخرج بتاعته، وكمان بيجيب كارنيه النقابة، وخصوصا كمان في الدكاترة والمهندسين بيجيب شهادة كمان من النقابة وبيبلغ النقابة ان هو فاتح عيادة او مكتب هندسي، عشان النقابة بتبقى عارفة الجزئية ديت، وبتبقى من ضمن الورق اللي بيتقدم بيبقى الشهادة من النقابة. طيب ايه اللي بيطلع بعد كده؟ بيطلع معاك البطاقة الضريبية اللي على اساسها ان هو بيشتغل كضرايب، انما ما بيطلعش سجل تجاري. امتى يطلع سجل تجاري؟ لو اضاف على المهنة بتاعته جزء تجاري، زي مثلا بقى توريدات عمومية، اي نشاط تجاري هيضيفه هيضطر ساعتها ان هو يطلع سجل تجاري ومن الغرفة التجارية وبيضيفه في الضرايب. طيب وده بيمارسه بشكل مستقل يعني بشكل فردي شركات. ليه؟ لان زي ما قلت لك قبل كده هو بيمارسه بشكل فردي وبشكل مستقل. طب هنا هيسألك سؤال، طب ما هو في راس مال بيدفع. راس المال اللي بيدفع ده اللي هو زي مثلا طبيب بيجيب جهاز اشعة او غيره او بيجيب اساس او حاجات زي كده، ففي راس مال بيدفع. بس راس المال ده لازم ومهم كجزئية لممارسة المهن الحرة. مش معنى كده ان هو الاساس، بس هو جزء من الاجزاء اللي بيمارس على اساسها المهنة الحرة. فما نقدرش نعتبر ده شغل او نشاط تجاري عشان جزئية راس المال اللي دفعها في تأسيس مكانه، سواء تأسيس عيادته او تأسيس المكتب الهندسي بتاعه او كمكتب محاسب قانوني في جزئية المهنة الحرة بتاعته. الجزئية التانية اللي هي مهمة جدا اللي هي بيقول ايه؟ ايرادات وكذلك ايرادات المهن الحرة وغيرها من المهن الغير تجارية المحققة في الخارج إذا كانت مصر
مركزا لنشاطه المهني. وهنا خد بمبدأ عالمية الإيراد، إن الإيراد لو تم خارج مصر بس مصر هي مركز النشاط اللي قام بالعمل من خلاله، فأنت في الحالة دي خاضع للضريبة من الإيراد. يعني مثلا زي إيه؟ زي مثلا طبيب استشاري قدم استشارة عن طريق الزوم ميتنج، والاستشارة دي تم مثلا إن هو بعتوله ما قيمة الاستشارة اللي هو قدمها دي، بس هو قام عملها من خلال هنا في مصر. فهنا وجوده هنا في مصر ده يعتبر في حد ذاته خاضع للضريبة، ودي جزئية مهمة جدا عشان نكون واخدين بالنا منها. رقم 2 معانا الدخل الذي يتلقاه أصحاب حقوق الملكية الفكرية من بيع أو استغلال حقوقهم في مصر أو خارجها، وده اتشرح في الكتاب الدولي رقم 22 لسنة 2017، واللي اتكلم في جزئية بسيطة اللي هي قال فيها تحدد الإيرادات الداخلة في وعاء الضريبة سنويا على أساس صافي الإيرادات خلال السنة السابقة، ويشمل الإيراد من المهن غير التجارية، ويكون تحديد صافي الإيرادات على أساس الإيراد الناتج عن العمليات المختلفة طبقا لأحكام هذا القانون. ولما كانت المبالغ التي يحصل عليها المؤلفين والأدباء والملحنين وغيرهم من أصحاب حقوق الملكية الفكرية مقابل حقوق النشر أو الاستغلال، وكذلك المبالغ التي يحصل عليها ورثة أصحاب هذه الحقوق عن مؤلفاتهم أو أعمالهم الفنية عموما، والتي آلت إليهم بعد وفاة أصحابها إذا ما ظهرت في صورة مرئية أو صوتية، وتمثل حق الأداء العلني المحمية بقانون حماية الملكية الفكرية رقم 83 لسنة 2002، واللي بيتيح الحقوق الأصلية أو ورثتهم وإبرام التصرفات المختلفة من إجازة أو تنازل أو إيجار أو بيع والحصول على العائد النقدي. فإن هذه المبالغ بتعد إيراد خاضع للضريبة طبقا لأحكام البند 2 من المادة 32 من قانون الضريبة على الدخل. فهنا حدد الإيرادات اللي داخلة من المهن غير التجارية عشان يدخلها من ضمن الإيرادات الخاضعة للضريبة. الجزئية الثالثة معانا قال أي إيرادات ناتجة عن أي مهنة أو نشاط غير منصوص عليه في المادة 6 من هذا القانون، سواء كانت هذه الإيرادات محققة في مصر أو في الخارج إذا كانت مصر مركزا للمهنة أو النشاط. طب الإيرادات الناتجة عن أي مهنة أو نشاط غير منصوص عليه في المادة 6 إيه هي؟ نرجع للمادة 6. المادة 6 بيقول لك إيه؟ تقضي المادة 6 من القانون بفرض الضريبة على مجموع صافي دخل الأشخاص الطبيعيين المقيمين وغير المقيمين من المصادر الآتية. رقم 1 معانا المرتبات وما في حكمها. رقم 2 النشاط التجاري أو الصناعي. رقم 3 النشاط المهني أو غير التجاري. رقم 4 الثروة العقارية. بمعنى إذا تحققت لأي شخص الإيرادات من أي نشاط أو مهنة ما بتندرجش في الإيرادات السابقة، فإنها تعد من إيرادات المهن غير التجارية، وبيطبق عليها أحكامها وبيطبق عليها أحكام القانون اللي هو 91 سنة 2005، وبتخضع الضريبة على هذا الأساس. ويتضح هنا إن المشرع قصد بهذا النص إن يجعل من أحكام المهن غير التجارية أحكاما للقانون العام. فإحنا أي حاجة خارجة بره الأربع بنود اللي موجودين دول تعتبر من إيرادات المهن غير التجارية. يبقى احنا النهاردة اتكلمنا عن جزئيتين، جزئية المهن الحرة وجزئية المهن غير التجارية. المهن الحرة اللي احنا قلنا فيها زي أي واحد بيمارس نشاطه بصفة مستقلة وبيكون بيفتح لوحده على أساس نشاطه المهني. ونشاطه المهني قلنا زي قبل كده زي المحاسب أو المحاسب القانوني أو المهندس أو الطبيب، فده بيمارس نشاطه بصفة مهنية وبصفة مستقلة بعيدا عن أن يكون تحت صاحب عمل، وما بيمارسش أي نشاط تجاري خاص بيه. وقلنا المهن غير التجارية اللي هي من أصحاب حقوق البيع الملكية الفكرية وغيرها، وأي حاجة خارجة بره 4 بنود اللي هم المرتبات أو النشاط التجاري أو الصناعي أو النشاط المهني أو غير التجاري أو الثروة العقارية. وبكده نكون أنهينا جزئية المهن الحرة والمهن غير التجارية وتعريفها، وإن شاء الله هنستناكم في الحلقات الجاية بإذن الله. بس مهم جدا إن انتوا تتابعونا أول بأول، لأن احنا كده يعتبر خلصنا 32 مادة من قانون ضريبة الدخل، فمهم جدا إن انتوا تتابعونا من الأول عشان تتابعوا شرح القانون. وإن شاء الله هنحاول نخلص أغلب المواد لقانون ضريبة الدخل في الفترة الجاية بإذن الله. السلام عليكم.